انت فاكر ان ده يوم عادي؟ كل يوم بيسرق منك حاجة صغيرة وانت مش حاسس اصلا بده. عادة واحدة بس قلبت حياتك وانت لسه مقتنع انها عادية. الفرق بين النجاح والفشل عادات. قرار صغير بس بيغير مستقبلك، مش اللحظة اللي بتهدمك يوميا. ده تأثير متراكم بالبطيء، واللي جاي هيصدمك لأن مستقبلك بيتبني دلوقتي. صاحي تعبان من غير سبب، كل حاجة بتتأجل لبعدين، ساعات عمرك بتضيع بسهولة، وفي الآخر مش بتعمل حاجة، وتفضل لوحدك تلوم نفسك وتسأل ليه حياتي واقفة؟ لأن العادات مش بتستأذن، هي بتدخل حياتك بالهدوء، ويعدي شهر وانت نفسك نفس التعب، نفس الأفكار، والناس كلها بتجري قدامك وانت عالق جوه نفس الدايرة. 5 دقايق زيادة كل يوم بتقتل أحلامك من غير ما تحس. العادات السيئة صامتة جدا بس نتائجها مدمرة جدا، وانت كل ليلة بتهرب من نفسك لأنك عارف إنك مقصر بس مش عارف تبدأ منين. كل محاولة بتقع بسرعة وثقتك بنفسك بتتكسر شوية لحد ما تصدق إنك ضعيف، وده أخطر شيء ممكن يحصل. المخ بيحب الطاقة الأقل دايما، وعشان كده بيختار السهل. كل نوتيفيكيشن جرعة دوبامين، والمخ يطلبها مرة كمان. التكرار بيصنع طريق جوه مخك، وبعد شوية يبقى أوتوماتيك، بتعمل الحاجة من غير تفكير. وده سر العادات الخطيرة. انت مش بتقرر، انت متبرمج. كل عادة ليها محفز معين. شوف ايه اللي بيشغل عاداتك. التوتر ممكن يبقى زر التدمير، أو حتى الحزن يبقى عادة. البيئة بتغيرك أكتر ما تتخيل. المكان الفوضوي يخليك فوضوي، والمكان المرتب يسهل النجاح. حتى الناس بتبني عاداتك، لو كلهم كسالى هتبقى زيهم، ولو منضبطين هتتغير غصب. العادات بتبني هويتك يوميا. اللاعب مش بيتمرن، هو لاعب، والكاتب بيكتب حتى لو تعبان. انت بتعيش حسب هويتك. لو شايف نفسك فاشل هتفشل، ولو منضبط هتتصرف كده. الفعل الصغير بيولد غيره، وبعد سنة تشوف الفرق الرهيب، أو تصحى بعد فوات الأوان. وعشان كده لازم تفهم قوتك. طيب إزاي تكسر الدايرة دي؟ ابدأ بخطوة صغيرة جدا. صغر العادة لأقل شكل ممكن، مش ساعة تمرين، دقيقتين بس، مش كتاب كامل، صفحة واحدة. المهم تثبت الهوية الجديدة. كل يوم نجاح صوره قدامك، خلي المخ يشوف التقدم دايما. شيل الإغراء من طريقك فورا، وسهل الحاجة اللي عايزها. أول خطوة، ابعد المشتتات. التركيز مش موهبة، بيئة. رتب أول ساعة في يومك، لأنها بتشكل بقية يومك. حتى ترتيب السرير ليه تأثير. ما تستناش الحماس خالص، اعملها حتى وانت مش عايز. العادات القوية مش مزاج، هي تكرار وبس. تحسن 1% يوميا، بعد فترة هتبقى شخص تاني. اكتب عاداتك، ما تسيبهاش عايمة. فكر نفسك كل يوم بيها. كافئ نفسك على أي تقدم. المخ بيحب الإحساس بالنجاح. ربط العادة بعادة قديمة. بعد السواك اشرب مية فورا. بعد القهوة اقرأ صفحتين. صعب العادات السيئة على نفسك، وسهل العادات المفيدة جدا. التغيير مش سحر، نظام، والنظام يهزم الحماس كل مرة. بعد شهور هتستغرب نفسك، لأنك أخيرا سيطرت على حياتك. وفجأة كل شيء ابتدى يتغير. الصحيان بقى أسهل بكتير، والتركيز بقى جزء منك. جسمك وعقلك ابتدوا يفوقوا، وثقتك بنفسك رجعت تاني، لأنك بقيت واحد جديد، مش أقوى بس أنضف عادات. وده كان كفاية يغير كل شيء. انت مش محتاج معجزة أصلا، انت محتاج تكرار صغير بس. كل يوم خطوة أكتر للقمة، وفي يوم هتشوف نفسك غير، وهتفهم قيمة كل عادة، لأنها كانت بتبني مستقبلك. مستقبلك مش بيتبني مرة واحدة، هو بيتبني كل يوم. فاختار عاداتك قبل ما تختارك. ايه أول عادة هتغيرها من النهاردة؟